يختتم فريق مولودية الجزائر مسارا غير موفق في عصبة أبطال إفريقيا، وهو يستقبل فريق الوداد البيضاوي على أرضية ملعب 5 جويلية. جولة الختام يوم غد بالعاصمة الجزائرية لن تعدم فصولها الإثارة اللازمة باستحضار نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين المغاربيين والحصة الثقيلة التي آلت إليها. الفريق الجزائري يعيش حاليا فترة انتقالية بعد تغيير إدارته التقنية وتولي عبد الحق بن شيخة مهام تدريب الفريق الأول، مقابل توقيع الفريق المغربي في المباريات القارية على أداء متميز لولا بعض الهفوات الدفاعية. فريق الوداد الرياضي سيدخل مباراة غد الجمعة بحثا عن حجز موطئ قدم بين الرباعي الذهبي، معززا صفوفه بلاعبيه أحمد أجدو والهداف فابريس أونداما بعد استنفاذهما لعقوبة الإيقاف لمباراتين. وحتى لا يبقى تحت رحمة مباراة القاهرة بين الأهلي المصري والترجي التونسي المتصدر، لا بديل للوداد غير الانتصار والعودة بالنقاط الكاملة للمباراة. باسترجاعنا فابريس وأجدو تظل حظوظنا قائمة للتأهل من قلب الجزائر. سنعمل ما في وسعنا لتحقيق الانتصار. مولودية الجزائر تحثو عناصره رغبة في رد دين الذهاب وإنهاء المشوار الإفريقي بصورة مشرفة قبل التفرغ لمباريات الدوري الجزائري. مباراة المولودية والوداد تحتمل كل القراءات إلا قبول خسارة غير متوقعة لممثلي كرة القدم المغربية.